اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ كنتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. واخا غبت عليكم واحد المده ديال شهر، ولكن جبت لكم واحد الوصفه اللي غادي تعجبكم بزاف. واحد الوصفه خطيره ورائعه وزوينه. واحد الوصفه للدهن ديال الخبيز هكا لوليداتكم. الفطور في الصباح هكا راه رائعه وزوينه، وحتى نتوما علاش لا، حتى الكبار الصغار والكبار. وصفه اللي هي طبيعيه وغادي تعجبكم، وغتولي عندكم معتمده وغادي تعجب وليداتكم. بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا الشريحه وما كيبغيوش ياكلوا التمور وما كيبغيوش ياكلوا دوك الحبوب اللي كنديروا ولا الزرارع اللي كنديروا مع الخبز، هذا احسن من نيوتيلا، احسن من ديك الشوكولا ديال الدهن النيوتيلا اللي غاليه بواحد الثمن اللي هو رخيص وزوينه وصحيه، وغادي تعجبكم وغادي ترحموني عليها. غتوليو تحسوا بوليداتكم خداو واحد المناعه وتقوى الجسم ديالهم، ما بقاوش كيمرضوا لكم بزاف. وحتى نتوما، حتى حنا الكبار علاش لا، حتى حنا نفيدوا راسنا بهاد الوصفات الصحيه. فيها مكونات رائعين بزاف وغادي يعجبكم. ما تمشيو فين، كملوا معايا الفيديو حتى الاخير، وفرجه ممتعه، وما تفلتوا حتى شي لقطه باش تستافدوا وتعرفوا الفيديو علاش كيتكلم ولا الوصفه ديالنا اشنو فيها. دابا ندوزو بسم الله على بركه الله. الوصفه ديالنا، وصفتنا البنات كتكون بجوج مكونات هذوما الاولين ضروريين. عندنا زريعه الكتان. زريعه الكتان البنات لين هي معروفه وزوينه وكيهضر عليها الدكتور الفايد، فيها واحد المنافع اللي كثيره بزاف لا تعد ولا تحصى. غير بالنسبه زريعه الكتان حاولوا تاخذوها، غير تنقيوها، ما تحمروها، ما حتى شي حاجه، ما تحمروهاش، خليوها هكاك خضره، حيت فيها دوك الزيوت الطياره ملي كنحمروها كتحيدوا المنافع ديالها. عندي هنايا تمر. تمر داك الرطب المعسل المعلك، داك الرخيص ارخص تمر. راه كاين التمر ديال 10 دراهم الكيلو. خديت هنا تقريبا 200 غرام، وتقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زريعه الكتان. بالنسبه للتمر البنات غتحيدوا ليه داك العظيم ديالو، داك الطريبيش اللي كيكون من الفوق، وحاولوا تاخذوا التمر اللي كيكون معلك باش بلا ما تفوروه، باش ما يهبطش منه دوك المواد، اللي باش ما يتبخروش منه دوك المواد اللي فيه. احنا بغينا الوصفه تبقى طبيعيه 100%، ويبقاو فيها دوك المكونات ديالها كامله. ها نتوما شوفوا، انا زريعه الكتان ما غسلتها ما حتى شي حاجه، ما حمرتهاش. ها جوج مكونات بجوج غادي نشدهم وغادي نطحنهم في الخلاط الكهربائي، في الطحانه الكهربائيه. نطحن زريعه الكتان بوحده، وغادي نطحن بطبيعه الحال داك التمر بوحدو باش يطحن ليا كلشي مزيان، باش نحس نلقى واحد كلشي مطحون، ما بقاوش دوك الحبيبات، باش حتى الولدات ما يحسوا حتى بشي حاجه. هنا غادي نطحن هاد المكونات ونتلاقى معكم. هنا من بعد ما طحنت زريعه الكتان، طحنتها نيلتها مزيان. شتي راه واخا ما كتحمرش البنات راه كتطحن. والتمر حتى هو غادي نطحنو. غادي ناخذ واحد السبيره وغادي نحط فيها زريعه الكتان. غادي نضيف عليها نكب فيها زريعه الكتان، وغادي نضيف عليها داك التمر حتى هو اللي طحنت مزيان، وحتى تعلك حتى هو مطحون مزيان. واخا يبقاو شي فريتيتات ماشي مشكل. هنا بالنسبه للبنات للتمر غادي تقولوا الا بغينا نعوضوه بشي حاجه. بالنسبه عفوا للتمر يمكن لك تعوضوا بالشريحه. غير هي الشريحه حاولوا تاخذوا ديك الشريحه اللي كتكون رطبه، حتى هي غتحيدوا لها داك الرويس ديالها وغتقطعوها شويه، غتقطعوها مرصوات، وغادي ترطبوها واحد ساعتين هكاك في 2 معالق كبار حتى 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون باش ترطب لكم وتطحن. غير نتوما حاولوا تاخذوا حتى الشريحه تكون ديك الرطبه اللي كتباع تكون رطبه، ما تكونش قاصحه كارمه. بغيتو تعوضوه حتى بالزبيب البلدي، الزبيب البلدي الكحلي الحبه ديالو غليظه كيكون ما فيهش العظم. كاين الزبيب البلدي اللي فيه العظم وكاين اللي ما فيهش العظم، غتقداي تاخدي اللي ما فيهش العظم من الاحسن. صافي هادو ثلاث. الا بغيتو تعوضوا التمر بهادشي يمكن لكم تعوضوا. انا كل مره باش كنديرو. عندي هنا غادي ندوزو دابا نخلطوا الوصفه ديالنا. عندي هنا زيت الزيتون وعندي العسل الحره. غندير غير واحد المعلقه. ما كانش عندكم العسل يمكن لكم ما تضيفوش، راه اصلا التمر ولا الا درتو الشريحه ولا درتو الزبيب راه حلو. ما كانش عندكم ما ديروش، بلا ما ديروا هكا سكر كلاصي ولا ديروا شي عسل اللي ديال السكر، بلاش. خليو هادشي طبيعي وزوين ويبقى في دوك المنافع ديالو. حنايا شي حاجه بغينا نخدموا شي حاجه اللي هي صحيه وطبيعيه، ما فيهاش شي مكونات ولا شي اضافات وحده اخرين. هنا صافي البنات غناخذ واحد الطراب وغادي نبقى نضيف الزيت شويه بشويه وانا كنطرب وكنخلط. بغيتو ديروه في خلاط كهربائي تردوه يمكن لكم. زدت هنا ضفت هنا معلقه ديال زيت، عفوا المعلقه ديال العسل الحر.
صافي هنا وغادي نبقى نخلط مزيان، وانا كنضيف زيت الزيتون حتى يبان ليا العناصر انسجموا وتحصلت على واحد الخليط ولا واحد العجينه. صافي هادشي اللي كان. بغيتو ديروا في خلاط كهربائي ترجعوه في خلاط كهربائي يمكن لكم. انا هنا كنخدمو غير بالطراب بيديا وصافي، حيت ما دغيا كيتخلط دغيا كيتخلط لينا. هانتوما غير شويه بشويه كيبقى يتخلط. وصفه البنات رائعه وزوينه، غادي تعجبكم. راكم عارفين الفوائد ديال زريعه الكتان، عارفين الفوائد ديال التمر. الا درتو الشريحه راكم عارفين الفوائد ديال الشريحه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من القبض من المصران. وكاينين بزاف الاغلبيه الكبار والصغار حتى الوليدات ولاو يعانيو من القبض. من هاد المأكولات اللي كناكلو من الخبز ديال الدقيق الابيض ما فيهش نخاله، من هاد الشيء ديال الزنقه اللي ياكلوا الوليدات راه كيعانيو من القبض. هاد الوصفه البنات راه رائعه حتى للقبض. هي وصفه صحيه كنتناولوها، وفي نفس الوقت كتداوي فينا شي حوايج اللي كيكونوا كيضرونا. هنا البنات هانتوما شوفوا، من بعد ما تخلطتها مزيان كنتحصل على الخليط ديالي بحال هكا. كنديروها في قريعات ديال الزاج ونسدو عليها، وفي الصباح كنحطوها فوق الطبله ديالنا للفطور. كتجي زوينه ورائعه بزاف. الوليدات ما كيحسوش. ونحاولوا نديروا لوليداتنا شي حاجه اللي غادي تنفعهم وغادي تنفع الصحه ديالهم. من الاحسن على هاد الامراض اللي ولينا كنسمعوا على هاد الشيء بزاف اللي ولينا كنشوفوا، من الاحسن نديروا شي حاجه اللي هي صحيه وطبيعيه، وحتى في الثمن ديالها رخيصه، ماشي شي حاجه اللي غاليه وما متعيباش وما مكلفاش. راه كانت تمشي تاخدي واحد القرعه ديال الشوكولات ديال الدهن، ولا واحد القرعه ديال النيوتيلا، ولا حتى الفرماج، راه لا علاقه مع هادشي اللي كنديروا وصفات طبيعيين في الدار. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، ويا سلام كيف كتجي مع خبيز ديال الدار ديال الزرع، ماشي الزرع ديال القمح بالنخاله ديالو مع بريرة ديالها حتى هي البنات. والله العظيم قسما بالله الا كتجي كتحمق بزاف، كتجي رائعه بزاف، كتجي فنه فنه فنه، كتجي غزاله حتى الوليدات والله العظيم حتى كياكلوها. لا الكبير ولا الصغير غادي يحمق عليها وغادي تعجبو. صحيه صحيه 100%. زيت الزيتون، العسل، التمر، زريعه الكتان، كلشي هاد المواد اللي فيها كاملين زوينين وكاملين زوينين للصحه ديالنا. دخلوا شوفوا القناه ديال الدكتور الفايد. انا واخا غادي نعطيكم هذا، ما غاديش نوفي حق هاد الحبوب هادو، ولا ما غاديش نعرف نتكلم بحال الدكتور الفايد. هو تبارك الله اللي قاري على هاد الشيء. نحاولوا نشجعوا هاد الوصفات هادو، نديروا وصفات اللي هما طبيعيين 100%، وغادي ينفعونا وغادي ينفعوا وليداتنا. راه ماشي ما بقاش في داكشي اللي كيتباع في الزنقه غير نشريو ونحطوا لوليداتنا. راه كنتحاسبوا قدام امام الله، غدا قدام امام الله على الصحه ديال وليداتنا. حتى الصحه ديال وليداتنا راه حنا كنتحاسبوا عليها، الا كنا كنعطيهم شي حاجه اللي كضرهم وحنا عارفينها كضر، وعكزانين ان باش نديروا لهم شي حاجه اللي زوينه. من الاحسن نديروا لهم شي حاجه اللي تنفعهم في الصحه ديالهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم فضلا وليس امرا. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالدعم واللايك والبارطاج وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلام عليكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.